عزاؤنا وحفظ الرجل الوطني بامتياز اللي ساهم في البناء ديال هذه المؤسسات وكان خادما لملكه ولوطنه ولبلده ولمدينته مدينة الزايلة. الآن سمعنا واحد العدد إشادات الساكنة اللي كتنع عليها الخير دليل أنتم كتشوفوا النظافة والبنية التحتية جيدة، وهذا ما جاش من الفراغ وإنما من الحرص ديالو رغم شبار التقاعد ما جلسش عاود ثاني بدا من جديد في البناء ديال الجماعات المحلية. ونتمنى من كل السياسيين يشوفوا هذا القدوة هذا الرجل كيفاش قدم العمل ديالو في صمت لا يظهر لا في الإعلام ولا بأي شيء، ولكن كان يخدم الوطن ديالو بصدق والمدينة ديالو. ولاحظنا جميع اللقاءات اللي كتكون في مدينة الزايلة من كل الوفود اللي كتجي من برا ومن داخل كيفاش كتدي الطبع ديالها على مدينة الزايلة. ونحن كذلك حتى حنا فقدنا هذا الرجل كنحسبوا حنا أسرة واحدة عائلة واحدة، إنا لله وإنا راجعون. اللهم اغفر له وارحمه، لا ما أعطى وإلا ما أخذ. والسلام عليكم. شكرا على المنبرين. اليوم المغرب كيختار رجل دولة، رجل اللي أعطى الكثير في الحقل السياسي والثقافي والاجتماعي كذلك. فمسيرة حافلة اللي اليوم كنفقدوا واحد من رجال الدولة اللي اليوم مدينة أصيلة ودعته بهذا كيف والكم ديال الساكنة ديال أصيلة اللي هي كتشهد بأنهم من السياسيين الكبار ديال المغرب. فرحمهم الله سي محمد بن عيسى أسكنه الله فسيح جناته. السلام عليكم. اليوم الدبلوماسية المغربية تفتقد واحد من الركائز الكبيرة ديالها بفقدان السيد الوزير والسفير محمد بن عيسى رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. كان لي شرف الاشتغال معه في التسعينات أيام كان السفير صاحب الجلالة في واشنطن، وحين ذاك علمت مقدار المهمة التي كان يحظى بها والأهمية القصوى التي كان يعطيها لعمله الدبلوماسي. فكان بالنسبة لي شخصيا مدرسة، سواء كسفير لصاحب الجلالة أو كوزير للشؤون الخارجية عندما كنت سفيرا لجلالته بشرق إفريقيا. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يرزق ذويه جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اليوم هو يوم حزن في مدينة أصيلة وفي شمال المملكة وكذلك في المغرب كامل، بحيث أن افتقدنا السي بن عيسى اللي هو هرم ثقافي وهرم من ناحية كذلك ديال العلاقات الخارجية، بحيث أنه في المسار المهني ديالو كوزير الثقافة ولا وزير ديال العلاقات الخارجية بصم على واحد البصمة اللي صعب باش أنه في الأجيال المقبلة نقدروا نشوفوا شي هرم من هذا النوع هذا. كيف ما جاء في الرسالة الملكية اليوم افتقدنا واحد الشخص اللي هو بصم التاريخ لا في العهد ديال الحسن الثاني رحمه الله ولا في العهد ديال محمد السادس. يمكن نقولوا الا انه بنى واحد تاريخ ثقافي كبير في مدينه اصيله كيف ما كتشوفوا على عينكم، وهذه هي سنه الحياه. الفاضل رجل دولة، خدم البلاد ديالو، خدم المجتمع ديالو، كان محبوب عند الجميع. الله يوليه برحمة الله. انتم شفتوا الحمد لله الناس اللي حضروا، الدعوات اللي خدينا معاه، اللهم الحقنا به مؤمنين. شكرا.